فكرت يوما ما إن الكمبيوتر ممكن يكون بتنفيذ العمليات اللي بيقوم بيها عقل الإنسان البشري، أو ممكن يساعده في حاجات غير مساعدة. ده اللي احنا بنسميه الذكاء الاصطناعي. ظهر العلماء لأول مرة عام 1956 في حاجة اسمها مؤتمر دراتموس اللي هو بتاع الذكاء الاصطناعي. العلماء بقى بعد ما عملوا مؤتمر دراتموس اللي هو كان في الولايات المتحدة الأمريكية بتاع الذكاء الاصطناعي، العلماء فكروا إن الذكاء الاصطناعي ده ممكن يعمل حاجات خيالية، وممكن يقوم بتنفيذ العمليات الحسابية وجميع العمليات اللي هي كان بيقوم بيها أي عقل بشري يقوم على طول. ولكن كان على عكس التوقعات، هو كان قائم في وقت أبطأ بكثير. من هي أول دولة رسميا بقى اهتمت بمجال الذكاء الاصطناعي؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ أيوه، الولايات المتحدة الأمريكية. عارف ليه؟ أقول لك ليه. لأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمته مجال الذكاء الاصطناعي في تأمينات الدفاعية والتأمينات العسكرية داخل البلاد وخارج البلاد. عارف بقى مين كان منافس الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال؟ دول أوروبا ودول اليابان. بس مين المنافس الأقوى؟ دولة الصين. اليابان بقى دخلت السباق مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واعتمدت على القوة العظمى بتاعت بلادها، حيث استخدمت اليابان في الثمانينات مجال استخدام الذكاء الصناعي في الحواسيب الرقمية والعمليات الحسابية الذكية. النهضة الحقيقية بتاعت الذكاء الاصطناعي بدأت عام 2012، كانت اسمها القوة الحقيقية لاكتشاف الذكاء الاصطناعي أو تعلم العميق بتاع الذكاء الاصطناعي اللي هي ديب ليرنينج. وأصبحت دلوقتي الذكاء الاصطناعي موجود في مختلف العلوم زي علم الطب، علم الصناعة، علم السيارات. ده دلوقتي بقولك اختراعات سيارات ماشية بالآلات الكهربائية. ايه بقى هي مميزات الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي فائق جدا في السرعة بتاعته، ممكن يقوم بتنفيذ العمليات الضخمة لجميع الشركات، ده ممكن يستحمل ميزانية بنوك. انت تعرف ان الذكاء الاصطناعي اصلا دلوقتي احنا بقينا بنستخدمه في الوزارات الخارجية بتاعت دولتك او بتاعت اي دولة اجنبية اخرى، بينجز العمليات. بس ممكن من عيوبه الخطيرة جدا ان هو يؤدي الى احالة العملاء الى مستوى البطالة، لان الذكاء الاصطناعي بيقوم ويعمل كل حاجة يقدر عليها الانسان او ما يقدرش عليها الانسان. هو ليه بقى الذكاء الاصطناعي لعبة كبيرة؟ اصل انا سألت السؤال ده لنفسي وسألت السؤال ده لزمايلي ومحدش جاوبني، بس انا عرفت الاجابة. ان هو في شركات كبيرة جدا زي شركة الميتا الاي اي، او شركة جوجل، او شركة المايكروسوفت، عملوا حاجات جديدة جدا وكانوا بيصرفوا ملايين الدولارات عشان ينتجوا شبكات اقوى واسرع، حتى في النت، حتى في كل حاجة. وكمان لازم تكون محدد اللي انت عايزه من مجال الذكاء الاصطناعي عشان هو ليه عيوب وليه مميزات. وكمان لازم تعرف حاجة كويسة جدا، ان انت اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي ممكن تستخدمه في الصح وممكن تستخدمه في الغلط. استخدمه في الصح اللي انت تعرف منه معلومات عن بلدك، معلومات عن نفسك، معلومات عن اصدقائك المقربين. ممكن تكون الصفات اللي عندك انت بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي بيشرحها لك بطريقة كويسة، بس اهم حاجة تكون مركز في دماغك وما تمشيش ورا اي حد. فاكر برضو عشان ما انساش اقول لك ان من اهم سلبيات الذكاء الاصطناعي إساءة استخدام الخصوصية. يعني انت دلوقتي انا ممكن اخد صورة من على النت لبنت او لولد، اروح استخدمها على الذكاء الاصطناعي بطريقة وحشة. عشان كده لما انت مثلا دلوقتي بتيجي تتحدث مع الجيميناي او الميتا الاي اي، يقول لك انا مش هينفع اركب صورتين جنب بعض. ده صح. عارف ليه صح؟ عشان أنا بحمي خصوصية الاخرين زي ما بحمي خصوصيتك. هي مش كلام اونطه، كل حاجة دلوقتي محسوبة بالورقة والقلم. ايه المخاطر اللي هتعود عليا من استخدام الذكاء الاصطناعي، وايه الفايدة اللي هتعود عليا، وايه اللي انا محدده. ركز مع نفسك. مجال تسابق الدول الثلاثة اللي كان بيتنافسوا على مجال الذكاء الاصطناعي كانوا 3 دول. قلت لك عندي القوة العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، دولة اليابان، دولة الصين. انت تعرف ان ال3 دول دول ما كانش بيتنافسوا خلاص، لا، ده هما كانوا عايزين يحددوا كل واحد مين المركز الأول، وكان بيتنافسوا من الأسبوع مش بالشهر ولا بالسنة. أنا محدد اللي أنا عايزه وحدد اللي أنت عايزه زي ما الدول الأوروبية بتعمل عشان تفيد بلدك أنت. لان انت اصلا عندك في بلدك هنا كوادر بشرية مخترعة على عديد من المهارات والتكليفات احنا ما بنستفادش بيها عشان ما فيش توفير الكوادر العلمية الكاملة. عشان كده البلد اللي بره بتستفاد بكوادرنا البشرية احنا. ليه انا ما عاملش معامل واختبارات هنا عشان افيد بيها كل الشباب واعرف مين الناجح من مين الفاشل؟
ليك فاكر ان الدولة اللي هتسيطر على الذكاء الاصطناعي زي ما كانت بتعمل امريكا والصين واليابان؟ الدولة اللي هتسيطر على الذكاء الاصطناعي هتسيطر على 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات؟ الاقتصاد بتاع جميع الدول، التكنولوجيا بتاع جميع الدول، هتتصدر جميع وسائل الاعلام والسوشيال ميديا. ليه؟ عارف يعني ايه دولة تسيطر على الذكاء الاصطناعي وتطور فيه بجميع مجالاتها المختلفة في جميع المجالات؟ يعني انا ممكن استخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الاحصائيات، مجال الاخبار والسياسه، مجال الاقتصاد، مجال الاحصائيات بتاعه المنتديات العالميه زي مؤتمر شباب العالم او منتدى شباب العالم اللي بيتعمل في مصر هنا. فلازم انت تكون واخد بالك من كل رؤيه بتحصل في البلد عشان تقدر تستفاد منها عن طريق الذكاء الاصطناعي. ان هو بقى تم اكتشاف التكنولوجيا العميقة عام 2012 في التعليم الإلكتروني على مجال الذكاء الاصطناعي. مش أنا قلت لك اليابان استخدمته في مجال الحواسيب الرقمية؟ أنا بقى تعريف الذكاء الاصطناعي وجميع العوامل المؤثرة عليه في الديب ليرنينج بتاع اللي هو التعليم العميق عبر الحواسيب الرقمية والذكاء الاصطناعي بدأ من عام 2012 مش 1956. 1956 كان لسه في البداية، لكن 2012 ظهرت التكنولوجيا العميقة للذكاء الاصطناعي. برضو الذكاء الصناعي بيستخدمه في توفير مجالات جديدة، توفير الجهد، توفير الوقت. ده انا ممكن اتعلم من عليه مهارة جديدة. مثلا دلوقتي واحد عايز يتكلم لغة انجليزية هيروح يتعلم، هيشوف الجمل الانجليزية ويركبها على الكلمات ويبدأ ينطق مع نفسه. هتستفاد، تعلم مهارة اللغة الانجليزية. مهارة البرمجة، مهارة البرمجة اللي بتجيب فلوس قد كده ممكن برضو انا اروح اتعلمها من على الذكاء الاصطناعي. مهارة التداول اللي بتجيب فلوس قد كده، مع اني انا ما جربتوش قبل كده وما اعرفش عنه حاجه، بس أنا بسمع عنه كتير. مهاره التداول دي ممكن برضو تتعلمها عن طريق الذكاء الاصطناعي. انا عايز اعلمك حاجه، الذكاء الاصطناعي بيعمل كل حاجه، بيعمل كل حاجه الانسان ممكن ما يعرفش يعملها. بس انا عايز اعرفك وخليك متاكد ان انت اقوى من اي حاجه، وخليك فاكر ان انت ممكن تفيد نفسك عن طريق مجالات كتير بس تستخدمه صح. وفي نهاية الحلقة حابب أفكرك بكلمة حلوة أوي، إن الذكاء الاصطناعي أداة قوية جدا ومدى بتفهم تحديدك لرؤية مستقبلك ماشية إزاي. زي مشروع المناخ اللي كان اتعمل عندنا في مصر هنا، كنت محدد هو عاوز إيه، عشان كده حدد اللي أنت عاوزه مع الذكاء الاصطناعي. وفي نهاية الحلقة حابب أقول لكم لو أنتوا استفدتوا من حلقة الذكاء الاصطناعي اعملوا لايك واشتراك في القناة واكتبوا في الكومنتات أنتوا عاوزين إيه. وعاوز أعرفك إن مجال الذكاء الاصطناعي مجال كبير، وانت اللي بتحدد مدى استخدامك اذا كان انت مستخدمه صح ولا مستخدمه غلط.